ونوضوا وقفوا وصدوا للحيط، ومن بعد قال ورا المير. قال له هذا المير. قلت له أنا رئيس البلدية. قال ماشي رئيس البلدية. قلت لك ورا المير. قلت له أنا المير. بدأ يسأل فيا على هكذا. قال لي أنت ما يديروا حاجة غير وسيلة التمجير. قلت له إلا بالدليل، إذا كاين عليا دليل أنا ولا كش بهدرت عندي. بعد ثم بداني واقف هكذا، بداني بالضرب. أنا كي خزرت فيه عرفته من الزهر. بعد هو قال لي خزر، شوف لتحت شوف في رجليا، ما تشوفش في وجهي، شوف في رجليا. وبداني بالسب والضرب يعني تقول باللي هذاك يقولوا عليه جنرال. عندي أنا ماشي جنرال، هذا كابران تاع فرنسا، لأنه يعني فرنسا خلته كابران وطلعوه أصحاب فرنسا طلعوه جنرال. ما هو جنرال، ما عنده قيمة حتى. هو عذبني بنفسه، ودرك لو كان يشوف هو يعرفني نظن. يعني واش مارس عليك مثلا التعذيب؟ هو ثم كان داير في وقت الشتاء، داير صباعيات كما نقولوا حنايا، ليغا هذوك تاع سياقه ولا تاع الشتاء هكذاك. الاولى كي بداني يعني باللكمات من للوجه للبطن يعني. واش نقدر نقول لك، هذاك ما فيه، ما عنده رحمه، ما عنده. ويحلف لي باللي مازال لك 10 دقائق، لو كان ما تديناش درك البلاصه الفلانيه وتجيب لنا فلان وتجيب لنا فلان. لو كان قلت لك نطلعوك الغابه تاع السريعه لطريق سريعه ونلقوا فيك رصاص وكذا. وبدا من بعد زاد خرج راح 21 دقيقه ولا جاو داوني هكذا مكتب فيها طابله وكذا، وهو يسب ويسقسي ويحلف لي مازال ما درتش، مازال ما قلت، ما درتش في كلامك. ما قلت له انا اللي نعرف هذاك اللي قلت لك. يعني داوك المكتب تاعو؟ ايه ثم كاين ماشي مكتب كما نقولوا تاع قدام المكتب تاع العثاب، الاخر منا مكتب صغير هكذايا، لانه فيه طابله. لما وصل الملف تاعي عندهم كاع واش ملي كنت صغير عندهم تاع واش قريت وكذا، وعن جمعيه العلماء وعند هذوك. لما لحق لي تاع السجن تاع فرنسا قال لي تجوزت السجن عند فرنسا، صح مفتاح كاع حركه، صح مفتاح كاع كانوا مع فرنسا، وانت تقول لي انت دخلت للسجن. وضربني بواحد الاله ثم كانت على الطابله هاي لهنايا حتى الدم هود لي هذا. هو ضربك؟ هو ضربني بها. خالد الزهر كان قاعد ضربني بها، كان جات في عيني ولا نقول له كان جاتني لهنايا. وربي وكيله وان شاء الله يخلصها ان شاء الله. يعني ومن بعد تواصل التعذيب ضدك؟ من بعد عاد يسمى كل يوم، عندك هذه 2 مرات 3 مرات كل يوم عذاب هكذاك طايش. يعني اللي كان يشرف على التعذيب هو خالد الزهر؟ هو في مرة قلت لك هو اللي حضر، مرة هو حضر بنفسه. يعني مانيش عارف كيفاش حتى لا جا خاص لينا ولا واش يحوس عند رئيس البلديه. والاخرين ما تعذبوا ماشي معاه، ما جمعته، لكن بالامر تاعو باش كنا نشوفوا هذاك الشيء. الامر لا، هما لما يدوا 2 ولا 3 اولاد دائما يركزوا على واحد. هما دائما، انا كنت عارف روحي باللي لما داروا في هذاك الشيء اللي خاطش الاخرين جوزوهم مره والضرب كما نقولوا هذيك تاع كي تجي تدي الماكله. ودائما انا حتى مره جاوا اللي يجيبوا الماكله باش تخرج ترفد الماكله، واش من الماكله خبز يابس وكذا، كي تجي ترفد الماكله كي كنت كل مره انا نخرج، مره جاوا قالوا ما تزيدش يخرج، وقالوا زادوا كي جاوا العشيه حطوا الماكله انا رحت نرفدها قال لي ولي، وخرج الامام قال له قلت لكم هذا ما يزيدش يخرج خلاص. والحمد لله. معليش عمي احمد، يعني انت منذ قليل تكلمت معايا وقلت لي يعني هذا كلام يعني من وراء الكاميرا، وقلت لي باللي تم استئصال اعضاء تناسليه من الجسم نتاعي. تقدر تحكي لنا كيفاش تمت العمليه هذه؟ باش نقول لك درك حنا لما داوني وربطوني في ذاك الطابله ونحاو لي كل اللبسه تاعي
وطلعوني فوق هذيك الطابلة وربطوني، زادوا ربطوني بلاصة اللي يعني سبحان الله، يعني العضو التناسلي، من العضو التناسلي، ومانيش عارف واحد كيفاش يجبد رابطينها الفوق ولا واحد يطلعك ويجي يديروا لك حاجه يعني بخيط هكذا خيط تاع الكهرباء، خيط تاع الكهرباء، خاطرش مع الاخر خلاوه لاصق، قال لاصق انا اللي نحيته كي نزلوني من هذيك الطابله، انا ماشي جايب يسمى خبر مليح، انا اللي نحيته بيدي حتى من بعد بقى لاصق في الخيط، بقى لاصق في الخيط، هما ما يقدروش باش ينحوه، دخل بقى غير العروق، بقاو غير العروق شادين، يعني باش جيت نحيه حسرة، باش انا ديجا ما قدرتش نشد روحي، وكيشد ويضرب السماء، يضربك بواحد الخشبه هكذايا، ويضرب باش يكرازي لك ويقول لك باللي ما زيدش. المهم يعني للتذكير عمي أحمد، تم بتر العضو الذكري تاعو أثناء التعذيب، واللي كان يشرف على عملية التعذيب هذاك الوقت الجنرال السابق خالد النزار. عمي أحمد، يعني الظروف الصحية تاعك الآن يعني واش تحكي لنا؟ عندي الآن شو نقول لك، أنا راني نتبع، عندي على بالك مرض القلب، درت 2 مرات تاع مرض القلب كما يقولون نص عملية هذيك تاع القلب، وراني نداوي وعندي السكر، لكن تاع القلب ثم الطباء في ذاك الوقت قالوا لي عندك كما يقولوا ما جلطة قلبية ولا لا حق، إن شاء الله قبل من هذا إن شاء الله نلقاوها عند ربي، لكن اليوم إن شاء الله راني ناوي نحضر بإذن الله أوراقي، ونحوس على شهادات، ملفات وشهادات طبية، ونقدم إلى لقيت لهنايا يعني عدالة، وإن شاء الله نقدمهم للعدالة. إلا كان تبعوا وطاوني حقي، ما نقولش طاوني حقي، ما عندهم، مانيش ننتظر منهم باش يعطوني حقي هذا، لكن يبينوا لي علاه داروا لي هذا الشيء، ونحوس على حقي بحاجة أخرى. وإلا ما لقيتش لهنايا وما قاموش لهنايا، راني نسمع باللي كاين في الخارج، قال تاع الأمم المتحدة ولا تاع وين يطلبوا، نقدم ملفات التوعية ثم إلى قبلهم لي إن شاء الله، لأني عندي أدلة توعي، ونحوس نفهم علاش داروا لي الشيء هذا، خاطر كانوا كيدوا لي الأولى يقول لي علاش جيت رئيس بلدية، احنا جينا رئيس بلدية حزب قانوني شرعي، هذه كانوا كاع يعني بزاف كي يدوني وتعود في العتاب، انت ناس ملاح، انت كذا، بصح علاش جيت رئيس بلدية، علاش جيت، واليوم راك امير وراك كذا وراك. لهذا الاسباب انا ماذا بيا يعني نقدم ملفات لهنا، الى شدوهم وقبلوهم وجوزونا وجوزوا هاد الناس اللي عتبوني واللي راني نعرفهم هكذا. وإلا ما كانش يا خويا كاين ناس اخرين، حنا نتمنى ما توصلش لهذوك، بصح إلا نغلقوا البيبان هنا نشوفوا وين يفتحوا لنا البيبان إن شاء الله نقدموا هذا الشيء. مرة رماوني في الباب تاع السبيطار تاع بليده تاع زوانفيل، بعد 10 أيام هذو رماوني في الباب، داينيني باللي خلاص يعني، دخلوني ثم المستشفى وداووني شويه وجيت خرجت، هما كراو لي سياره تاع اجره ووصلني حتى للدار. اما في قضايا اخرى يعني كانوا لما يديروا لي ملف ونجوز ويجوزوني لقاضي التحقيق يطلقني براءة، حتى مرتين نجوز عند قاضي التحقيق براءة خرج. على هذيك اليوم أنا نحوس يعني علاش أنا علاش داروا لي هذاك الشيء، لأنه هما يقولوا لي علاش كنت رئيس بلدية، أنت علاش قبلت وكنت رئيس بلدية. اليوم أنا نحوس
على الناس هذو اللي كانوا يدوا يعذبوا الناس بلا حتىش لما في الجبهة الإسلامية يجوا يدوك. احنا ما درناش كاش حاجة اللي خارجة على كنا نمشوا شرعيين. واش نقدر نقول لك؟ واليوم خويا ماذا بيا نحوس على حقي ونحوس على الناس اللي يعذبوني ونوقفهم عند حدهم ان شاء الله، باش ما يكونش القدام للناس وللشباب اللي جاي، باش ان شاء الله ما باش يفهموا هذا النظام وهذا الناس اللي داروا هذا الانقلابات والناس اللي داروا هذا الشيء كاع في الجزائر بانهم ناس ظالمين، هم اللي داروا هذا الناس. وكاينين اللي يحبوا يدير لك حاجه، يحب يلصق لك حاجه ويتهمك عمي احمد، انت كنت ساجين في يعني في الحرب التحريريه، يعني في 56 هذا ما اذكر كما قلت لي، وساجين يعني في العشريه اللي يسموها هم العشريه السوداء. يعني قارنا بين يعني بين طريقه المعامله هذاك الوقت وطريقه المعامله في الوقت الحالي. شوف صدقني تجوزت يعني كنت 20 سنه، كان عندي يعني 18 سنه كي جوزت السجن. هنايا كانوا داوني الثكنه هي معروفه هنايا ما بين المفتاح والاربعه، يقولها ثكنه بوقندوره. كان فيها يعني عذاب في ذاك الزمان. كانوا لقاو كما نقولوا احنا، كانوا زمان يقولوا لابري، لقاو لابري فوق عنا، وفيه مجاهدين وكذا اللي قبضوهم واللي ماتوا، ومنهم عمي ومنهم الدوني. يعني عذبت كان في ذاك الوقت عربي جزائري، وكان كما نقولوا قاوري فرنساوي ويهودي. هذول اللي عذبوهم كل اصحاب مفتاح اللي جوزوا يعرفوهم. وعقبت الكهرباء والسيفونه ويعني الضرب يعني في وقت فرنسا. لكن في وقت تاع التسعينات تاع الانقلاب يعني ما تقولش اكثر من الاستعمار 1000 مره العذاب هذاك اللي شفناه مع هذا. استغفر الله. واش نقول لك عقبنا وعقبنا، وان شاء الله تكون في سبيل الله برك. هذا ما شاء الله. واش الكلمه الاخيره اليوم، انا راني نحب نقدم الملف تاعي ونحب يعني نقصد ناس، الا كاينين ناس حقوقيين اللي يعاونوني في الملفات التوعي، ونقدم الملفات التوعي حقوق الإنسان هنا في الجزائر في بلادي. وأنا مازالني في الجزائر مانيش جزائري، وإن شاء الله نبقى جزائري حتى نموت جزائري. لكن نحوس نشوف هذا الناس وهذا الضباط وهذا الضابط اللي كان يقود في الجزائر ودار انقلاب وعذب ناس، يعني ناس مخلصين وناس اللي ما عندهم حتى ذنب ارتكبوه، وعذبهم بعذاب أنا مازال في ذاتي لليوم. نحب مانيش نحوس على شهرة ولا على مال ولا على منه ولا من واحد آخر. أنا نحوس القصاص، إن شاء الله يكون القصاص منهم. هذا الإنسان اللي راه يتكلم وحضر كتب ودار كتب يقول الحقيقة، إلا كانوا صح ضابط ماهوش كابران، لا كانوا جنرال، يقول الحقيقة ويتكلم الحقيقة باش الناس تعرف واش دار هذا اللي صاحب الانقلاب هذا. ونطلب يعني من الناس حقوقيين إن شاء الله اللي يوقفوا مع الناس المظلومين هذو ويعاونوهم، وإن شاء الله يردوا لهم حقوقهم. والسلام عليكم.